إذا سألت مشجع من لاتسيو على فريق روما يجاوبك كان خسر لاتسيو وخسر روما نحن لاباس. وإذا سألت مشجع روما على لاتسيو يقولك نعتبر روحي معادي للاتسيو أكثر أني مشجع لروما. الزوز أجوبة هذم ينجموا يعطيوك فكرة على عمق العداوة اللي بين أقطاب العاصمة الإيطالية، لكن فما حادثة هي الأبرز في تاريخ الكالتشيو. في عالم كرة القدم لريفاليتي حاجة عادية برشا وهي نكهة الساحة المستديرة، لكن في روما دربي العاصمة يفوت المنافسة بدرجات. نرجع بيكم الموسم 2009-2010، وقتها روما ربحت الدربي بنتيجة 2-1، وروما كان منافس جدي على اللقب، بينما لاتزيو كان مهدد بالسقوط للسيريا بي، وباقي 4 جولات على نهاية الموسم. أسطورة روما فرانشيسكو توتي توجه الجمهور لاتزيو بعد المباراة اللي وفات بمناوشات، وقام بحركة تشير أنه لاتزيو باش تيح القسم الثاني. الحكاية ما وفاتش هوني، بل بالعكس مازالت كي بدات. في الجولة اللي بعد الدربي روما انهزم قدام سامبادوريا بنتيجة 2-1، ولازيو فاز على جنوة. لكن أشهر حادثة صارت في الجولة 36، مباراة جمعت لازيو بالإنتر نهار 2 ماي 2010. إنتر اللي كان منافس روما على اللقب، مباراة كان من الضروري يربحها فريق العاصمة إذا كان يحب يقعد في الدرجة الأولى، لكن إذا فاز باش يكون الدوري من نصيب روما. وصارت وقتها واحدة من أغرب الحوادث في تاريخ الكورة. جمهور لاتزيو طلبوا من الملاعبية أنهم يخسروا المباراة، بل أكثر من هذا هدوهم، وبالفعل المباراة وفات بتفوق الانتريستا 2-0، وجمهور لاتزيو احتفل بخسارة فريقه وكأنه فوز، وخرجوا برشا لافتات، لكن كانت واحدة منهم أكثر مساج استهزأ بجماهير روما. أو نو اللي قعد إلى يومنا هذا من أشهر ما خدمت كورفانور العاصمة. بعد المباراة خرج لاعب الانتر مايكون اللي بعد عوام لعب في روما، تصريح قال فيه أنه الانتر لعب وكأنه في جوزيبي مياتزا، وما صدقش كيفاش جمهور يشجع في الفريق المنافس رغم أنه مهدد بالسقوط. موسم 2009-2010 وفاب تتويج الانتر بسكوديتو، وتمكن لاتزيو من أنه يمنع من السقوط وكمل في المرتبة 12 ب46 نقطة بعد ما فاز على ليفورنو ودينيزي في آخر 2 مباريات. وهكا وفات حكاية مباراة قعدت للتاريخ، لكن الريفاليتي اللي ما بين لازيو وروما عمرها ما هي باش توفى إلى الأبد.